بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أهلا بكم معاكم دكتورة منور من قناة نيو مامي. النهاردة إن شاء الله موضوعنا مهم جدا، هنتكلم عن خطوات بسيطة هتخلي شعرك صحي وجميل وشكله أفضل. هو ده موضوع النهاردة بإذن الله. بس زي ما احنا متعودين يا جماعة، نذكر الله، اذكروا الله يا جماعة، لا إله إلا الله، وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وما تنسوناش دايما يا جماعة من صالح دعواتكم في أمس الحاجة إلى الدعاء. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، آمين يا رب العالمين. وفرج كربنا وكربكم وارزقنا وإياكم الخير كله، إنه ولي ذلك والقدر عليه. وكل عام وأنتم إلى الله أقرب وعلى طاعته أدوم. ويا جماعة، أي حد كان مستمر على عبادة معينة أو حاجة زودها على الفروض من السنن، يا ريت يفضل مستمر عليها بعد رمضان عشان إن شاء الله تكتب في ميزان حسناته. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هناك 10 أطعمة بتساعد على الحصول على شعر صحي، ومنها أول حاجة الأسماك الدهنية اللي بتحتوي على الأوميجا 3 زي السلمون والسردين والتونة. طبعا بيعد السلمون من الأطعمة الغنية بالبروتين وفيتامين د، وطبعا كل من هو ضروري لتقوية الشعر. كمان بيحتوي على الأحماض الدهنية زي الأوميجا 3 اللي ما بيصنعهاش الجسم، وهي ضرورية لنمو الشعر. في 3% من بصيلات الشعر مكونة من تلك الأحماض، بالإضافة كمان إلى أنها بتوجد في فروة الراس، فبتحافظ عليها وبتمنع الشعر من الجفاف. كمان بتساعد في علاج القشرة و تخلي فروة الشعر تكون صحية أكتر. فمن الحاجات المهمة جدا السلمون والسردين والتونة. لو ما بتحبوش الأسماك كده زي حالاتي، ممكن انتوا تاخدوها كمكمل غذائي من الصيدلية. كمان في برضو الجوز بيحتوي على الأحماض الدهنية اللي هي الأوميجا 3، وزي ما قلنا هي مفيدة جدا لتكوين الشعر وكمان لفروة الراس. وبتتميز هذه الأحماض من دون باقي المكسرات طبعا. وكمان بيحتوي على فيتامين اي والبيوتين اللي هو فيتامين بي 7 اللي بيعملوا كمضادات للأكسدة. بالإضافة كمان لكل ده بيحتوي على النحاس اللي بدوره بيحافظ على لون الشعر الطبيعي وعلى لمعانه، وبيمنع كمان الشيب المبكر. أي حد عنده نقص في النحاس بيبدأ يحصل له شيب مبكر، و ممكن يكون ملوش علاقة أبدا بالسن. كمان زي ما قلنا النحاس بيحافظ كمان على لون الشعر الطبيعي، وكمان على لمعان الشعر، وان هو يكون شكله صحي اكتر. وجد كمان ان تناول كميات قليلة من البيوتين بيؤدي لتساقط الشعر. وممكن استخدام زيت الجوز ووضعه على السلطة لو كان في مشكلة من تناول الجوز نفسه، او في مثلا اي تحسس او في اي مشاكل من تناول الجوز نفسه، فممكن تستخدموا الزيت بتاعه وتحطوه على السلطة. تالت حاجة معانا هو المحار، وهو غني بالزنك اللي بيعتبر عنصر هام جدا لمنع تساقط الشعر ومنع التقشر ومنع القشرة وجفاف فروة الراس. كمان بيحتوي على البروتين، وهو مهم لأن 97% من الشعر عبارة عن بروتين، لأن الشعر طبعا اللي بيتساقط بكميات طبيعية يوميا يمكن ما بنعرفش نعوضه، لا يتم تعويضه طبعا لو لم يكن هناك طبعا مصدر كافي من البروتين، وبيؤدي نقصانه لإضعاف الشعر وتكسره وجفافه. رابع حاجة معانا هي البطاطا الحلوة، وهي مصدر غني بالبيتا كاروتين، وهو مضاد للأكسدة، وبيحتوي في الجسم على اللي بيتحول في الجسم لفيتامين اي، وكل خلية في الجسم تحتاج للفيتامين ده، وهو مفيد جدا للشعر بحيث بيساعد على انتاج الزيوت اللازمة للحفاظ على فروة الراس، ونقصانه بيؤدي للقشرة اللي بتكون مصحوبة بحكة في الشعر. كمان خامس حاجة معانا وهي البيض من الحاجات مهمة جدا، تحتوي على فيتامين د، وهو مصدر غني جدا بالبروتين، ومصدر لأربع عناصر مهمة في الجسم، وهي الحديد والكبريت والسيلينيوم والزنك. كلها طبعا حاجات مفيدة جدا وهامة جدا لفروة الراس ومهمة للجسم بشكل عام. وبيساعد الحديد على نقل الأكسجين لبصيلات الشعر، ونقصه طبعا بيؤدي لفقر الدم والأنيميا اللي بيصاحبه طبعا تساقط في الشعر، خصوصا بالذات عند السيدات يمكن بيعانوا من المشكلة دي بشكل كبير جدا. والناس اللي عندها انيميا كمان عارفة، او عندها نقص حديد عارفة الموضوع ده كويس.
كمان سادس حاجة معانا وهو السبانخ اللي بتحتوي على الحديد، البيتا كاروتين، حمض الفوليك او الفوليك اسيد، وفيتامين سي. والعناصر دي طبعا بتحافظ على صحة بصيلات الشعر وتكوين زيوت مهمة جدا لفروة الراس. وعلشان كده طبعا لو فروة الراس صحية، فلو الارض اللي بتتزرع فيها النبات بتكون صحية اكيد بيطلع نبات صحي، فبرضو فروة الراس تعتبر بمثابة الارض للشعر. فلو فروة الراس صحية فاكيد الشعر هيكون صحي وشكله كويس. زي ما قلنا بتحتوي السبانخ على الحديد، البيتا كاروتين، وفيتامين سي، وهي مفيدة جدا لتكوين زيوت مهمة لفروة الراس. كمان العدس يعد مصدر اساسي للبروتين والحديد والزنك والبيوتين خصوصا للنباتيين. كمان اللبن قليل الدهون او اللبن منزوع الدسم بيحتوي اللبن على بروتينات مهمة للشعر، وكذلك بيحتوي على فيتامين B5 وفيتامين د. كمان تاسع حاجة معانا وهو التوت. التوت من الحاجات المهمة جدا اللي بتعتبر مصدر لفيتامين سي اللي بيقوم بدعم أوعية الدم اللي بتغذي بصيلات الشعر، وبتساعد كمان على تدفق الدم لفروة الراس، فهي مهمة جدا للشعر. كمان الوجبات الغذائية اللي ما بتحتويش على كمية كافية من فيتامين سي بتؤدي لتكسر الشعر، فعشان كده يا جماعة فيتامين سي مهم جدا للشعر. طيب لو ما فيش توت او مش عارفين ان احنا نجيبه، ايه هي البدائل اللي متوفرة بالنسبة لنا لو مصادر البروتين غالية علينا او مش عارفين نستخدم اي حاجة باللي احنا قلناها فوق؟ فبدايل التوت مثلا او الحاجات اللي احنا قلناها هي الكيوي مثلا، البطاطا الحلوة. البطاطا من الحاجات اللي سعرها رخيص جدا وكويس، ومن الحاجات اللي تحتوي على كمية كافية من البوتاسيوم. كمان الطماطم، الفراولة، الدواجن او الدجاج طبعا غنية بالبروتين المهم لتكوين الشعر. وبرضو لو مش ما نقدرش على ثمنها او غالية علينا، في بدايل للدواجن زي ما قلنا البيض، في العدس ده طبعا الناس النباتية. كمان ممكن نستخدم لحم البقر الخالي من الدهون، فبيكون مفيد جدا جدا لصحة الشعر ولبصيلات الشعر. وكمان زي ما قلنا الاهتمام بفروة الشعر هي الاساس لشعر صحي. يا رب باذن الله الفيديو يكون مفيد لكم النهارده. ما تنسوناش دايما يا جماعه من صالح دعواتكم، وكل عام وانتم الى الله اقرب وعلى طاعته ادوم. وزي ما قلنا يا جماعه اي حد استمر على طاعه من الطاعات او حاجه استمرتوا عليها فاستمروا عليها كمان بعد رمضان، وربنا يثبتنا جميعا ويثبت قلبنا على دينه باذن الله. وكل عام وانتم الى الله اقرب وعلى طاعته ادوم. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.